تعتبر أبل تي في زائد منصة ترفيهية فريدة، حيث تفتخر بتقديم مجموعة من الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز مرموقة كالأوسكار والإيمي. هذه الجوائز تساهم في تعزيز مكانتها في سوق الترفيه وتعزز ثقة المشاهدين في المحتوى الذي تقدمه. ومع إطلاق مجموعة جديدة من المحتويات الأصلية المذهلة، يضفي أبل تي في زائد تجربة ترفيهية غنية ومميزة على كل أسبوع، مما يجعل من الصعب على المشاهدين مقاومة متابعة العروض الجديدة التي تبث باستمرار. لم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أصبح أبل فيجن برو منصة مبتكرة تسعى لتقديم نظام التشغيل الجديد فيجن OS 2. هذا النظام يوفر إمكانيات جديدة للمطورين، مما يفتح الآفاق لإنشاء تطبيقات فضائية متطورة، تطور طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. بينما نتابع تقدم التكنولوجيا، تتضمن المحتويات الجديدة المرتقبة على أبل تي في زائد سلسلة رياضية مثيرة بالتعاون مع ريد بول، بالإضافة لنقل أعمال فنية من فنانين مشهورين مثل ذا ويكند. كما نتطلع إلى عرض أول فيلم قصير غامر أخرجه المخرج إدوارد بيرجر، مما يضفي مزيداً من الجاذبية على المحتوى. وما يميز نظام التشغيل فيجن OS 2 هو القدرة على تحويل الصور المفضلة إلى صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال شاشة افتراضية لمستخدمي ماك. هذا التحديث يتضمن أيضاً تحسينات جذرية لمطوري التطبيقات، مما يجعل العملية أكثر سهولة وابتكاراً. وفي خطوة نحو التوسع العالمي، سيتم إطلاق أبل فيجن برو في 8 دول جديدة بدءاً من الصين واليابان وسنغافورة، وذلك في تاريخ 28 يونيو. هذا يعكس بلا شك الاهتمام العالمي الكبير الذي يتمتع به هذا المنتج المبتكر. وعلى صعيد آخر، يقدم تطبيق الخرائط خرائط طبوغرافية جديدة تشمل جميع الحدائق الوطنية الأمريكية، مما يسهل عملية التخطيط للرحلات والتنقل بين المناطق الطبيعية الخلابة. هذه الميزة تعتبر أداة مفيدة للمستكشفين ومحبي المغامرات. ولتعزيز تجربة الدفع، تمت إضافة خاصية تاب تو كاش في تطبيق المحفظة، مما يتيح تبادل الأموال بسرعة وسهولة ودون الحاجة لمشاركة معلومات الاتصال. وبذلك، تعزز هذه الميزة من خصوصية المستخدمين، مما يجعلهم يشعرون بالأمان. كما حصل تطبيق الصور على إعادة تصميم كبيرة، مما يسهل على المستخدمين تنظيم مكتباتهم بشكل أفضل من خلال ميزات جديدة مثل المجموعات والتصفية. يساعد هذا التحديث في الوصول السريع للذكريات المهمة، مما يضفي لمسة شخصية على تجربة الاستخدام. وفي إطار تعزيز تجربة المشاهدة في أبل تي في، تمت إضافة فئة جديدة للصور تسمح بعرض الصور بشكل أكثر فنية، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية وإلهاماً. هذا التحديث يعزز من قيمة المحتوى الشخصي ويضيف بعداً جديداً للأحاسيس. ومع تقديم ميزة Training Load في WatchOS 11، يمكن للمستخدمين تقييم شدة تدريباتهم ومراقبة تقدمهم بسهولة. هذه الميزة الجديدة بمثابة أداة حيوية تساعد على تجنب الإرهاق والإصابات أثناء ممارسة الرياضة. أيضاً، يعتبر تطبيق فايتلز الجديد على أبل واتش مصدراً مهماً للمعلومات الصحية، مثل معدل ضربات القلب أثناء النوم. هذا يساعد المستخدمين على فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل، مما يعزز من وعيهم بعوامل صحتهم العامة. ومع إضافة ميزة ملاحظات الرياضيات، يمكن للطلاب الآن تدوين المعادلات وحلها بشكل مباشر، مما يسهل فهم المفاهيم الرياضية الصعبة. تدعم هذه الخاصية أيضاً المتغيرات، مما يفتح الأفق أمام المزيد من التجارب الحسابية. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن استخدام قلم أبل في الرياضيات يمنح الطلاب الفرصة لاستكشاف المعادلات بشكل تفاعلي، مما يعزز التعلم الذاتي ويشجع على التفكير النقدي، مما يفتح آفاقاً جديدة للمعرفة. أما تطبيق الملاحظات، فقد حصل على تحسينات كبيرة، حيث تعزز تجربة الكتابة اليدوية باستخدام خاصية سمارت سكريبت، مما يجعل الكتابة أكثر دقة وسلاسة. هذا التحديث يتماشى مع تحسين فعالية تدوين الملاحظات،
مجسداً تكنولوجياً متطورة. وفي عالم الإنترنت، تساعد الميزات الجديدة في صفار على تصفح الشبكة العالمية بدون تشتيت، مما يحسن بشكل كبير تجربة المستخدم خاصة أثناء مشاهدة الفيديوهات. هذه الميزات تجعل التصفح أكثر سلاسة ومتعة. كما أن تجربة الألعاب عبر أجهزة أبل المختلفة أصبحت أفضل بفضل منصة الألعاب الموحدة، مما يتيح للاعبين الاستمتاع بألعاب متطورة على ماك وآيباد، مما يضفي تجربة مثيرة وممتعة لمحبي الألعاب. تعزز أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في أبل من سهولة الكتابة وتلخيص النصوص، مما يجعل المهام اليومية أكثر سرعة ويسر. هذه الأدوات تمثل تطوراً بارزاً في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا. وفي سياق الذكاء الشخصي، يمكن معالجة البيانات الشخصية دون الحاجة لجمعها، مما يعزز من الخصوصية ويجعل المستخدمين يشعرون بالأمان. هذه القيم تعتبر جوهر تصميم أبل إنتليجنس، مما يعكس اهتمام الشركة بحقوق المستخدم. يشمل نظام الذكاء الشخصي نماذج لغوية متقدمة تؤدي المهام اليومية وتتكيف مع الأنشطة الحالية للمستخدم، مما يعزز من قدرة الأجهزة على تقديم الدعم اللازم. هذه النماذج تعتبر خطوة هائلة نحو تحسين التجربة الرقمية. ويساهم التكامل مع السحابة الخاصة في تمكين الذكاء الشخصي من الاستفادة من نماذج أكبر دون المساس بخصوصية المستخدم، مما يعزز من كفاءة النظام في تلبية الطلبات المعقدة ويسهم في تعزيز التجربة. تعمل أدوات الكتابة الجديدة على تحسين التواصل، مثل إعادة كتابة النصوص وضبط النغمة، مما يساعد على التعبير بشكل أكثر فعالية. يعتبر هذا خطوة نحو تعزيز الفهم المتبادل بين الأفراد. كما تساعد أبل إنتليجنس في تنظيم البريد الإلكتروني من خلال تلخيص الرسائل وتحديد الأولويات، مما يسهل إدارة البريد الوارد بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا يعزز من القدرة على التركيز على المهام المهمة. وأخيراً، تتيح ميزات مثل جانموجي وإيميج بلايجراوند خلق صور فريدة تعزز من تجربة التواصل، مما يجعل المحادثات أكثر متعة وإبداعاً. هذه الابتكارات تفتح المجال لإثراء التجارب البصرية خلال التواصل. تعتبر تقنية أبل رائدة في تعزيز الخصوصية، حيث لا يتم مشاركة الصور والفيديوهات مع أي طرف ثالث، مما يضمن أمان البيانات الشخصية. هذه الخطوة تظهر التزام أبل بحماية حقوق المستخدمين. وفي سياق الابتكارات، تتضمن أبل أيضاً تحديثات جديدة في تطبيق الملاحظات، مثل تسجيل الصوت وتلخيص المحتوى، مما يسهل على المستخدمين توثيق أفكارهم بطريقة عملية وفعالة. هذه التحديثات تعتبر جزءاً من رؤية شاملة لتحسين تجربة المستخدم. تتعاون أبل مع ChatGPT لتقديم اقتراحات ذكية للمستخدمين، مثل أفكار للوجبات أو نصائح حول الزراعة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في حياتنا اليومية.